أخطر حاجة ممكن تدمر حياتك وتدمر المستقبل ديالك هي أنك عمرو ما تعلمتي تقول كلمة لا. كيقولوا نعم وهما تعبانين، كيقولوا نعم وهما مكسورين، كيقولوا نعم وهما ما حاملينش ديك الكلمة. كاينين الناس كيضيعوا حياتهم كاملة فقط لأنهم خايفين يكسروا الخاطر لشي واحد عزيز عليهم، وفي الأخير كيكتشفوا بأنهم عاشوا حياة ديال الناس اخرين وما عاشوش حياتهم. تعرف شنو الفرق ما بين الانسان الضعيف والانسان القوي؟ القوي ماشي كيف ما كيصحاب ليك هو الانسان اللي كيغلب الناس بالقوة الجسدية ديالو او لا بالصوت ديالو، حيت الا كان كيصحاب لك بان هذا هو الاقوى فراك غلط. الانسان القوي اخي الكريم اختي الكريمة هو الانسان اللي كيقدر يقول كلمة لا بلا خوف بلا احساس بالذنب. الشخص القوي اللي كيربح في اي معركة كيكون بحال هاد الشكل. الا قلت ليه واش تقدر تمشي معايا لشي مدينة او لا لشي بلاصة باش نمشيو نبدلو الجو او لا نمشي نقضي شي غرض انايا، غادي يقول لك لا اسمح لي اخويا عندي الخدمة او لا عندي شي غرض خاصني ضروري نقضيه. وهنايا داك الشخص اللي كان كيطلب بيك باش تمشي معاه غادي تكبر في عينيه وغادي يحترمك بزاف، حيت غادي يشوف واحد الانسان اللي قوي بزاف شخصيا. واخا ما قلتي حتى شي حاجه قلتي غير لا. والمشكله الكبيره اللي عندنا حنايا هي تربينا على ارضاء الجميع باش نكونوا محبوبين عند الجميع. تبغي ترضي اي واحد، ولكن الحقيقه اللي خاصك تعرفها انك الا بغيتي ترضي اي واحد فراك كتضر غير راسك، حيت كل مره كتقول نعم لشي حاجه ما حاملاهاش او لشي حاجه ما بغيتش ديرها راك كتقول لا للاهداف ديالك، كتقول لا للراحه ديالك، كتقول لا للحياه اللي خاصك تعيشها في ديك اللحظه. الحاجه خاصك تعرفها بان كلمه لا خاصك تعرف فوقاش تقولها. الا ما كنتش تعرف فوقاش تقولها او لا ما عارفش الوقت المناسب باش تقولها، فبلاصت باش غادي تكون واحد الانسان ذو شخصيه قويه فغادي تكون بحال شي بركاصه ديال الزبل اعزكم الله. وباش ما نطيحوش في هذا المشكل غادي نقسموا الاشخاص اللي كيطلبوا بك شي حاجه او لا كيطلبوا بك شي حاجه من المصلحه ديالهم ثلاثه ديال الاصناف. الصنف الاول اللي هما العائله، بحال الاب ديالك او لا الام ديالك او لا خوتك، هادو خاصك تقول لهم نعم، حيت هادو كيكونوا حاله خاصه باستثناء الا كان ديك نعم غادي تضرك في المستقبل وغادي تضرك نتايا بالضبط. الصنف الثاني هما الاشخاص المقربين اليك، بحال الاصدقاء ديالك، بحال عمامك، بحال خوالك، هادو خاصك تطبق عليهم القاعده ديال اعطيني نعطيك. اذا كان داك الصديق ديالك او لا ولد عمك فوقاش ما كتقلب عليه كتلقاه، فهنايا خاصك ضروري تقول ليه حتى نتايا ما تقول ليش لا. لكن اذا كان العكس فمن حقك تقول ليه لا. الا بغى يخسرك غير خليه يخسرك، ناقص واحد ناقص مشكله. الصنف الثالث هما الاشخاص ديال المعرفه، الاشخاص اللي ما كيكونش بيناتكم شي كونتاكت بزاف. هنايا هذا الشخص خاصك تشوف واش قادر يقدم لك شي مساعده نهار اللي توقف عنده. كان هذا الشخص قادر يساعدك في شي نهار او لا من توقف عنده غادي تلقاه، فهذا خاصك تقول ليه نعم، ولكن بشرط الا ما كان عندك ما يدار نتايا، ماشي تسمح في الخدمه ديالك او لا تسمح في الاهداف ديالك تمشي نتايا باش تلبي الطلبيات ديالو. هنايا غادي تولي خدام عنده وسامح في الاهداف ديالك. ولكن الا كنت كتشوف داك الشخص بانه ما غادي يقدم لك حتى شي حاجه، راه كيبغي غير يستافد منك، فقل له لا بكل ثقه. النجاح كيطلب منك تكون قاسي شي مرات، كيطلب منك تبعد، كيطلب منك ترفض، كيطلب منك مستقبلك بدل المتعة المؤقتة. دير في بالك بأن الوقت اللي كيدوز راه ما كيرجعش، وكل دقيقة كتضيعها في إرضاء الناس فراك تخسرها من المستقبل ديالك. وبدا من هذا النهار ما تكونش داك الشخص اللي كيقول نعم غير باش ما يخسرش الطرف الآخر. خليك محترم ولكن قوي، طيب ولكن عندك حدود، تساعد الناس ولكن ما كتضيعش راسك. تفكر ديما بأن الناس الناجحين كيعرفوا بالضبط فوقاش يقولوا نعم وفوقاش يقولوا لا. ودابا ما عليا غير نقول لك stay hard.